بعد كده بقى باخدها اروح حطها في الصاجه. هنا طبعا بعد ما ادهنها احطها في الصاجه واحطها في الفرن. ما حطيته هحطهم هنا بعد ما عملتهم في الطاسه بقى هحطهم في الصاجه بدهنها، وبعدين هحطهم في الفرن 10 دقايق. يلا معايا بقى بعد كده نشوف هيتقدم ازاي. يلا معايا. قدمته بقصه لما اجي اعمله اهو، بقصه كده بمقص المطبخ، مقص مطبخ بقصه كده كده بقدمه. بعد ما خلص دي هنا من جوه شكله اهو الحشو من جوه، والعجينه بتبقى عامله زي الفشار بالظبط لما بتعمليها في الطاسه وبعد كده تحطيها في الفرن بتبقى جميله قوي. ودي الصدمه بتبقى شكلها عامل زي الفشار اهو. شكل العيش باللحمه الاسكندراني. ويا رب اكون افدتكم بحاجه جديده، والف شكر.